بسم الله الرحمن الرحيم. بشكل سريع، اولا لابد ان نهنئ الدوله الاردنيه على هذا الانتصار الكاسح. دوله تواجه شعب اعزل، لا اقول شعب وانما نخبه الشعب الاردني، خلاصه الشعب الاردني، هذه الطبقه التي يمكن ان نقدمها بافتخار لكل العالم، تواجه لا بالحجه ولا بالدليل ولا باسلوب حضاري ولا باسلوب ديمقراطي نقبل ان يتم التجيش ظلما وزورا وتعسفا، ولكن باسلوب حضاري، باسلوب بشري انساني. اجمعوا تجمع 2 3 1000 100,000 واخرجوا في مظاهرات مؤيده، ليس لدينا مانع، ولكن ان تواجه هذه النخبه بهذا الاسلوب الذي يحاول اعاده انتاج شلالات الدم للاسف، هذا ما لا يقبله اي اردني. 2 يا اخوان، قالوا عند دوار الداخليه في 24 اذار، هذا دوار مركزي مهم ولذلك لن نسمح بالاعتصام به. وعندما حصل الاعتداء البلطجي في مسجد الحسين قالوا هذا اعتداء على حق التجار ومصالح التجار، وتكررت المأساة، فإذا بنا من خرجة إلى قميم إلى المفرق إلى الحدود السورية إلى عمان إلى دوار الداخلية إلى سحاب إلى ساكن، نعم، وبالتالي هم يعيدوا إنتاج خطاب القذافي للأسف، زنقة زنقة وبيت بيت وشارع شارع. الرسالة الثالثة، حقنا كأردنيين أن نسأل من الذي يمول هؤلاء؟ من الذي يدفع لهم؟ هؤلاء يتقاضون إكراميات أو دفع أو رشاوى من جيوبنا نحن دافعي الضرائب. هذا أسوأ أنواع الفساد. ويسألونك بعد ذلك من أين تأتي العجوزات في الميزانية والفقر والديون التي تتراكم بشكل تصاعدي وجنوني. ولقد كشفهم الله عز وجل في عدة مواضع، ولكن يكفي أن استحضر ما حصل في الطفيلة عندما وقف أحد شرفاء الطفيلة وكلهم شرفاء وقال في مظاهرة في يوم الجمعة هذا مبلغ أتاني من مدير المخابرات مغلف فيه 100 دينار يطلب مني أن لا أساهم في هذه المسيرة، وأخرج مغلفا آخر فيه ما يقارب 200 دينار من عطوفة المحافظ، وهكذا. إذا هذه الأعمال البلطجية تمول من جيبي وجيبك وحق ابني وابنك، وهذا نوع آخر من أنواع الفساد. النتيجة نحن نعرف أن هذا الطريق له ثمن وله كلفة، ولا يمكن أن نقبل بعد اليوم وبعد الأمس أيضا من لما انطلقت أول فعالية تنادي بالإصلاح لا نقبل أن تستمر الوصاية السياسية والأمنية على الشعب الأردني. ماذا يقولون؟ أيضحكون علينا؟ أي هراء هذا؟ أي ثرثرة عن الإصلاح؟ ما قيمة الإصلاح بعد كل الذي جرى؟ وعن أي شيء يتحدثون عن انتخابات؟ من العار ومن العيب أن يتحدثوا بعد اليوم عن انتخابات في ظل هذه الأجواء. أولا تأمين الأمن والحماية للنخبة الأردنية، ثم بعد ذلك إعادة ترتيب قواعد العملية السياسية وتوزيع الصلاحيات، ثم بعد ذلك نتحدث عن الانتخابات. أما في ظل هذه الأجواء فأي لجان تحقيق هذه؟ طيب الناس اللي انضربوا في شهر 2 في المسجد الحسيني اعتقل منهم 12 بلطجي حتى اللحظة، ولم يعلم بعد ذلك، شكلت لجان تحقيق ولكن لم يعلم بعد ذلك أي نتيجة من هذه النتائج. كل حديث عن لجان تحقيق يعني ضياع الحقوق. إذا كان هنالك صدق وجدية في الموضوع فنعتقد أن الذي أصدر الأمر والذي يملك كبسة الزر في تسيير هذه خلايا هذا إرهاب دولي. هذه خلايا وهذه فرق اليوم يطلقون الحجارة وغدا سيطلقون النار. هذه كبسة الزر هذه لا تعالج إلا بإرادة حقيقية تكفيها يد كل هؤلاء العابثين. هذه المغامرات تريد أن تنقل الأردن أو استحضار النموذج السوري. ما الفرق بين الذين رأيناهم الآن وبين شبيحة النظام السوري أو بلطجية مصر أو اليمن؟ هم كلهم يقرؤون على قارئ واحد وكلهم يتعلمون على يد ومعلم واحد، ولذلك فرسالتنا الإصلاح مستمر، ولكن ليعلم الجميع أن مسارنا إصلاحي سلمي وسنستمر في هذا المسار، وكل مراهنة على أن تحسم الأمور بمثل هذه الطريقة أو بالقمع أو بالضرب أو بالتعذيب فهي مراهنات فاشلة. هذا عصر ولا ليعلم الجميع أن العالم العربي اليوم ليس الأردن فقط أمام محطة تاريخية جديدة. إرادة الشعب هي التي يجب أن تسود، ليس إرادة أي أحد آخر
وقد ولى عهد الوصايات، وأرجو لمن يستمع أو لصانع القرار أو صاحب القرار أو من يتخذ القرار أن يعي ذلك جيدا. وأيضا قبل فوات الأوان شكرا.